السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وطالباتي طلاب المرحلة الإعدادية وخصوصا الصف الثاني الإعدادي. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى معادنا مع مراجعة شهر مايو، ألا وهو تمييز العدد. طبعا أنا عارف إن التمييز درس تقيل بعد المنادى، بس النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى هنلمه كله وهيكون من نصيبك. تمييز العدد هو درس إن شاء الله هيكون موجود معانا في شهر مايو، امتحان خلاص على الأبواب 3-5 أعتقد. طيب تمييز العدد يعني ايه، وازاي اقدر اكتب العدد، ازاي اقدر اعربه، ازاي اقدر اقول وانا فاهم قوي كده هوت انا خلاص تمييز دوت في جيبي. بص معايا، احنا التمييز ده يا جماعه بيجي بعد العدد، واحنا كنا سبق واخدنا ان في حاجه اسمها تمييز لمميز ملفوظ وتمييز لمميز ملحوظ. ويعتبر ان تمييز العدد مميزه ايه؟ مميزه ملحوظ، لانه بيجي بعد العدد. فأي كلمة بعد العدد اللي هو احنا بنسميه المعدود أنا بقول ده اسمه تمييز. تمام، بس خلي بالك إن رقم 1 وإن رقم 2 الرقمين دول ملهمش تمييز. يعني الرقم 1 والرقم 2 ما ينفعش يكون لهم تمييز، لأني ما أقدرش أقول أنا اشتريت 1 قلم أو اشتريت 2 قلمين، ما ينفعش. أنا ما أقدرش أجيب بعد رقم 1 وبعد رقم 2 المعدود، ولكن أنا ممكن أقول إيه؟ أنا ممكن أقول اشتريت قلما واحدا، لكن ما أقولش اشتريت 1 قلم. في اللحظة دي كلمة قلما هنا هتعرب إيه؟ طبعا مفعول به منصوب. اشتريته، مين اللي اشترى؟ أنا. طب أنا اشتريت إيه؟ قلم، مفعول به منصوب. طب وقلما واحدا، قال لك واحدا هنا هيعرب نعت، وبرضه نعت منصوب. إذا هي 1 و2 ما لهمش تمييز، بس هم ممكن يجوا بعد المعدود ويتعربوا نعت. ده معناه يا فندم إن التمييز بيبدأ معايا مع الرقم 3، من أول الرقم 3، من أول الرقم 3 لغاية الرقم 10 دول خانة لوحدهم، ومن الرقم 11 لغاية الرقم 99 دول خانة لوحدهم، وال100 وال1000 ومضاعفات ال100 وال1000 زي 200 300 400 وهكذا. قال لك من 3 لغاية 10 التمييز اللي هيجي بعديه هيكون تمييز جمع، وانا مش عايزك تحفظ قوي هو جمع ولا مفرد، لانك انت بالسمع هتقول. يعني مثلا لو قلت لك انا اشتريت ده اللي هو قلم، وقلت لك انا معايا 3، هتقول لي ايه؟ 3 قلم ولا 3 اقلام؟ لا، 3 اقلام. طب و10 اقلام؟ طب و11 هتقول لي قلم. طب و150 هتقول لي قلم. طب 1000 قلم. طب 7 اقلام. فاذا حته الجمع والمفرد انت اصلا هتجيبها عن طريق السمع. فهنا بيقول لك ان التمييز مع بعد الرقم 3 لغايه الرقم 10 بيكون جمع. طب وجمع ماله؟ قال لك التمييز بيكون مجرور، يعني مش منصوب. تمام. اما الارقام من 11 لغايه 99 بيكون التمييز مفرد، اللي هيجي بعديه لازم يكون مفرد، وبيكون كمان منصوب. تمام جدا. طيب من 100 و1000 ومضاعفات ال100 وال1000 بيكون التمييز مفرد وبيكون كمان مجرور. تمام. يعني معنى كده ايه؟ يعني معنى كده يا فندم ان التمييز ما بيكونش منصوب إلا مع الأرقام من 11 لغاية 99. سهل على نفسك، لقيت الرقم من 11 لغاية 99 يبقى التمييز اللي جاي بعد الأرقام دي تمييز منصوب. طب احفظ يا مستر جمع ومفرد؟ يا حبيب قلبي انت هتجيبها بالسمع. طب لو انت مش عارف تجيبها هنعمل ايه؟ هقول لك ان من الرقم 3 لغاية الرقم 10 ده يا فندم بيكون تمييز جمع، لكن بعد كده من 11 وانت بقى ايه طالع معايا بيكون التمييز مفرد. يعني التمييز لا يأتي منصوبا الا مع 11 ل 99. اعمل سكرين شوت وايه وخدها واحفظها بالله عليك. من 11 ل 99 مفرد منصوب، التمييز اللي هيجي بعد الاعداد دي مفرد منصوب. اما الارقام من 3 ل 10 بيكون جمع مجرور. اما 100 و1000 ومضاعفتها مجرور. انا عايز اقول لك تاني، من 11 ل 99 بس هو التمييز اللي بيكون منصوب. لو الرقم اقل من 11 هيكون التمييز مجرور،
ولو الرقم 100 و200 و300 ومضاعفات ال100 ومضاعفات ال1000 هيكون برضو التمييز مجرور. ده كلام جميل جدا. طب وبعدين بص يا فندم، دلوقتي بقى انا هقع في خانه ايه؟ هو التمييز ده بيتكتب ازاي؟ يعني مش التمييز، لا يا فندم، هو العدد بيتكتب ازاي؟ تمام، بص معايا، انت عندك الرقم 1 والرقم 2. الرقمين دول يا فندم بيكونوا عاملين حلقة ان هم يوافقوا المعدود. يعني ايه؟ يعني انا مثلا جيت قلت ايه؟ جيت قلت كتابا، اشتريت كتابا، هتلاقيني بقول لك كتابا واحدا. تمام. طب لو جيت قلت لك انا اشتريت قصة، هل هتقول لي واحدا؟ لا، هتقول لي قصة واحدة. يعني واحدة جت مؤنث عشان انا بعد حاجة مؤنثة، وواحدا جت مذكر عشان انا بعد حاجة مذكرة. فهمت كده؟ يبقى واحد هيطابق اللي جاي معاه، يعني كتابا واحدا. طب وقصة واحدة، رجل واحد، امرأة واحدة، ولد واحد، بنت واحدة. طيب رقم 2 نفس النظام، لو انا جيت قلت لك كتابان، ماشي كده؟ كتابان، هتقول لي 2. تمام. طب لو قلت لك مثلا هنا الكتابان، هتقول لي 2. طب لو قلت لك كتابين، يعني مثلا جت منصوبة او مجرورة فقلت لك كتابين، خلي بالك 2 هنا هتعامل معاملة ايه؟ المثنى، يرفع بالالف وينصب ويجر بالايه؟ بالياء. فهتقول لي كتابين 2. تمام، اخد بالك؟ 2 واثنان واثنين هما الاثنين ايه؟ هما الاثنين مذكر. ليه مذكر؟ عشان كتابان مذكر، كتابين مذكر. طب لو جيت قلت لك قصتان، هتقول لي قصتان 2. تمام. طب لو جيت قلت لك قصتين، هتقول لي قصتين 2. فهتلاقيني بعمل ايه؟ بجيب المذكر مع المذكر والمؤنث مع المؤنث. يبقى رقم 1 ورقم 2 بيطابق المعدود. المعدود كان مذكر هو هيبقى مذكر، المعدود كان مؤنث هو هيبقى مؤنث. يبقى تاني كده، الرقم 1 والرقم 2 بيطابق المعدود. ده كلام جميل جدا. طب ركز معايا، عندك بقى من الرقم 3 لغاية الرقم 9. واحد فتح معايا الملزمة ولا فتح معايا الكتاب الخارجي يقول لك لا يا مستر ثواني بس، انت تعمل ايه؟ ده من 3 ل 10. طب ممكن تاخدني على قد عقلي وتخليهم من 3 ل 9؟ بص يا فندم، من 3 ل 9 الارقام دي لو انا اعتبرت ان 1 و2 بيطابق المعدود، فمن 3 ل 9 بيخالف المعدود. يا مستر ما انا مش فاهم، يعني ايه طابق المعدود ويعني ايه خالف المعدود؟ اقول لحضرتك، يعني انا مثلا جيت قلت لك ايه؟ اشتريت. تمام. رقم 7 قصص، اخد بالك انا بقول ايه؟ 7 قصص، مش هقول 7 قصة. طب معلش، هي قصص هنا تمييز ماله؟ مجرور، اوعى تكون نسيت. فانا لسه بقول لك ايه؟ من 11 ل 99 التمييز منصوب، الرقم الاقل بيكون التمييز مجرور. تمام. طيب و9 كتب برضو مجرور. كلام جميل جدا. طب بص معايا، هنا انا بقول لك ان الرقم ده كام؟ 7، وان الرقم ده كام؟ 9. صح كده؟ هكتبه ازاي؟ هل هكتب اشتريت 7 ولا اشتريت 7؟ هل هنا هكتب و9 ولا هكتب و9؟ استنى عليا بقى، رجع ظهرك لورا كده وبص معايا. بص يا فندم، انا بقول لحضرتك ان الارقام من اول الرقم 3 لغايه الرقم 9 هيخالف اللي هو بيعده، هو هنا يا فندم رقم 7 انا بعد ايه؟ انت بتعد قصص. طب معلش، هي القصه مذكره ولا مؤنثه؟ مش عارف يا فندم، انت بتقول هذا قصه ولا هذه قصه؟ هذه قصه. يبقى هنا كلمه قصه مذكره ولا مؤنثه؟ لا، كلمه قصه هي كلمه مؤنثه. تمام. طب وهنا كلمه كتب اللي مفردها كتاب ده مذكر ولا مؤنث؟ كتاب ده مذكر، يبقى هنا كتب مذكر. كلام جميل جدا. انا بقول لك يا فندم ان من 3 لغايه 9
بيخالف، هيخالف اللي هيجي بعديه. يعني هنا 7 انا بعد حاجه مؤنثه هي هتكون مذكره، فاقول اشتريت 7 قصص. تمام. هنا 9 هعد حاجه مذكره هي هتكون مؤنثه، فهقول وايه؟ و9 كتب. يبقى بالله عليك تاني كده، الرقم من اول الرقم 3 لغايه الرقم 9 بيعمل في ايه؟ قال لك بيخالف. بيخالف يعني ايه؟ انا مذكر هو مؤنث، انا مؤنث هو مذكر. احنا ناس ما بنتوافقش مع اللي بعدينا. من 3 لغايه 9 بيخالف اللي جاي بعديه، من 3 لغايه 9 بيخالف اللي جاي بعديه. لما جيت قلت كتب قلت لا 9 كتب انستها، لكن لما جيت عديت قصص وهي مؤنثه جيت قلت ايه بقى؟ قلت 7. تمام. طب معلش، هو بقى هنا الرقم 10 ده انت سبته لوحده ليه كده؟ اقول لحضرتك، لان الرقم 10 ده ليه شكلين لو احنا مركزين مع بعض. الشكل الاول ان رقم 10 بيجي مفرد. يعني ايه يا مستر مفرد؟ مفرد يا فندم يعني بيجي 10 بس كده. زي مثلا ايه؟ اقول لك في الفصل، تمام كده، 10 طلاب. تمام. ورقم 10 بيجي مركب. يعني ايه مركب؟ يعني بيجي متركب مع رقم تاني مش 10 بس، اللي هي الارقام من 11 لغايه 19. ما انت لو ركزت هتلاقي من 11 ل 19 بيتكون من جزئين، 11 12 13. يعني هنا العشرة ايه؟ مركبه مع رقم تاني. يعني مثلا اقول لك في القاعه، تمام كده، هقول لك ايه بقى؟ 13 معلما. اخدت بالك وانا بقول لك معلما دي؟ خدت بالك يا ابني؟ ليه معلما يا مستر؟ يا حبيب قلبي، مش انا لسه قايل لك ان الارقام من 11 ل 99 والله تمييزها منصوب؟ فهنا بص، لما جيت قلت 10 قلت طلاب، وكمان اقول ايه؟ طلاب. ليه؟ لان من 3 ل 10 التمييز ماله؟ مجرور. التمييز بيكون منصوب امتى؟ من 11 ل 99. ما تسرحش يا حبيبي. تمام. معلما. معلما هنا ده تمييز منصوب لان انا بعد 13. بالراحه عليا يا مستر. طب رقم 10. تمام. رقم 10 هنا يا فندم مفرد، جاي 10 بس. طالما جاي 10 بس هيمشي زي من 3 ل 9. يعني هيعمل ايه؟ يعني هيخالف زيه زي من 3 4 5 6 7 8 9 10 بيخالف. تمام. يعني هنا ده طلاب مذكر، يبقى 10 هتبقى مؤنثه، فهقول ايه؟ 10 طلاب. كلام جميل جدا. طب هنا بقى في القاعه 13 معلم. 13 يعني 3 و10. استنى بس، هكتبها ازاي دي؟ يا حبيبي مش انا لسه قايل لك ان من 3 لغايه 9 لغايه 10 كمان بيخالف؟ طب 3 هنا هتخالف مين؟ هتخالف المعلم. طب المعلم ماله؟ مذكر، ما انا بخالف اللي بعده. يبقى مذكر، يبقى 3 هتتكتب مؤنثه، هتبقى 3. طب ورقم 10؟ تمام. الرقم 10 هنا هيعمل ايه؟ بص بقى يا فندم، الرقم 10 ده غير الرقم 10 ده. الرقم 10 وهو لوحده كده بيخالف، لكن الرقم 10 وهو مركب مع رقم تاني مش لوحده، يعني 13 14 15 متركب مع رقم تاني، في اللحظه دي مش هيخالف، في اللحظه دي هيطابق اللي جاي بعديه. يعني اللي جاي بعديه مذكر هو كمان هيبقى مذكر، فهقول ايه؟ 13. يبقى 10 وهي لوحدها زي من 3 ل 9، لكن 10 وهي مركبه بالطابق اللي جاي بعديه. اقول تاني، من 3 لغايه 9 بيخالف. الرقم 10 لو جاي لوحده هيتعامل زي 3 ل 9 هيخالف، لكن جاي متركب مع رقم تاني هيطابق اللي جاي بعديه. اتفقنا كده؟ اوعى تنسى 1 و2 بيعمل ايه؟ قال لك 1 و2 بيطابق. تمام، ده كلام جميل جدا. طب ممكن كده معلش ناخد شويه تدريبات. بص معايا، لو جيت قلت لك في الفصل 12 معلم ولا معلما؟ شاطر يلا، معلما. ليه؟ لانه مفرد منصوب. كلام جميل. طيب لو جيت قلت مثلا ايه؟ جاء 17 طالبة. تمام.
وحضر 7 معلمات. بلاش معلمات، يبقى خليها ايه؟ 7 معلمين. تمام، اكتب معايا. بص يا فندم، في الفصل 12 معلما. طب 2 دي بتعمل ايه؟ احنا واخدين بقى خلاص 1 و2 بيعمل ايه؟ 1 و2 بيطابق، 1 و2 ايه؟ بيطابق، و10 وهي مركبه بتطابق، يعني كده 12 كلها هتطابق. طب 12 دي هتطابق ايه؟ هتطابق معلم، هتبقى زيها. يعني هكتبها اثنا ولا اثنتا؟ لا، اثنتا ازاي بقى؟ ما اثنتا دي مؤنثه. 2 دي بتطابق، هتطابق المعلم، هتبقى مذكر زيه، فهكتبها اثنا. طب هكتبها اثنا بالالف ولا اثنا بالياء؟ بالراحه عليا بس، بالالف وبالياء يا فندم. مش اثنا دي مثنى؟ ممكن تكتب اثنا بالالف واثنا بالياء. اثني يعني. طيب هو هتكتب بالالف وبالياء على اي اساس؟ على اساس الاعراب. طب ممكن نعرف في حرف جر، الفصل اسم مجرور. واحد مش مركز شويه يقول لك 12 مضاف اليه. ليه يا حبيبي؟ لان اللي بعد الاسم مجرور مضاف اليه. مفيش الكلام ده يا حبيبي. الجمله هنا طالما بدات بحرف جر واسم مجرور يبقى الجمله اصلا مش مرتبه. ترتيبها الصح ايه؟ 12 معلما في الفصل. يعني معنى كده ان العدد ده يا جماعه وقع ايه؟ وقع مبتدا. تمام، يبقى هنا مبتدا ماله؟ مرفوع، فهقول ايه؟ اثنا عشان مرفوعه. تمام. 10 هنا رقم مركب، احنا متفقين 10 لما تكون مركب هيطابق، هيبقى اثنا ايه؟ 12. تمام. بعد كده جاء 17 طالبة. 17 السبعة بتخالف، هتخالف مين؟ طالبة اللي هي المؤنث. طالما هتخالف المؤنث هي هتكون مذكر، هيبقى 7. رقم 10، رقم 10 رقم هنا مركب، طالما مركب يبقى هيطابق اللي جاي بعديه اللي هي الكلمة المؤنثة، هتبقى 17. تمام. رقم 7، رقم 7 بيخالف، هيخالف مين؟ معلمين اللي هي اصلا مذكر، هيخالف المعلمين اللي هي مذكر، هتبقى رقم 7 ايه؟ مؤنثة، فهتبقى 7. فهنا هقول ايه؟ في الفصل 12 معلما وجاء 17 طالبة وحضر 7 معلمين. ليه 12 طابقنا؟ عشان 1 و2 بيطابق، 10 كمان وهي مركبة بتطابق، 17 الرقم من 3 ل 9 بيخالف، رقم 10 وهو مركب بيطابق، والرقم 7 هنا ايه؟ هيخالف. هيخالف ليه يا فندم؟ لان من 3 ل 9 بيعمل ايه؟ قال لك من 3 ل 9 بيخالف. ده كلام جميل جدا. طيب الارقام بقى اللي هي ايه؟ معلش يا مستر انا لسه في تاني، انا زهقت. طب اقول لك على حاجه، احنا كده تقريبا خلصنا. والله خلصنا. اقول لك حاجه، تعالى نتخيل مع بعض رقم كبير قوي. زي ايه مثلا؟ زي مثلا 357. تمام. هقول مثلا ايه؟ عدد طلاب المدرسه 357 طالب. يلا بينا بقى اكتب لي الكلام ده صح. طيب يا فندم، اولا 300 مش هتتغير، هتتكتب 300 ما فيهاش اي مشكله. تمام، 300 ده كلام جميل جدا. طيب ايه تاني؟ و57 7 ارجع من 1 و2 بيطابق، من 3 ل 9 والله بيخالف، 10 لو لوحدها هتخالف، لو مركبه مع رقم تاني هتطابق. قول معايا 1 و2 بيعمل ايه؟ بيطابق، من 3 لغايه 9 بيخالف. طب ورقم 10 لو لوحده هيخالف، 10 بس هيخالف. طب جاي مع رقم تاني 17 18 19 11 هيطابق، 10 هنا هتطابق لو مركبه. طيب يبقى رقم 7 ده بيعمل ايه؟ بيخالف. هيخالف مين؟ هيخالف طالب اللي هو مذكر، يبقى 7 هتبقى مؤنثه، هتبقى 7. 50 ولا 50؟ ما قلتش عليها دي. ايه 50 ولا 50؟ بص يا بابا، في حاجه اسمها الفاظ العقود، واللي هي ايه؟ 20 30 40 50 60 70 80 90.
دي اسمها الفاظ العقود، سموها عقود عشان كل 10 اسمه عقد. طيب الفاظ العقود ده يا فندم بتعرب اعراب جمع المذكر السالم. ثاني مستر، يعني كده رقم 2 بيعرب اعراب المثنى بيتاثر ان هو بيكون بالالف او بالياء على حسب هو مرفوع او منصوب او مجرور. 2 بيرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. وكده 20 30 40 لغايه 90 بيعرب اعراب جمع المذكر السالم بيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. يعني دلوقتي انا عشان خاطر اكتب كلمه 50 لازم ان انا اعرب الرقم. يا فندم اعرب الرقم. طيب دي جمله ايه؟ اسميه. عدد طلاب المدرسه، وسكت. فين الخبر؟ عدد طلاب المدرسه 300. يبقى ده كده ايه؟ يبقى ده كده خبر مرفوع، وده معطوف مرفوع، وده معطوف مرفوع. يبقى هنا 50 ولا 50؟ لا 50. طب 50 ايه؟ استنى بقى عليا، اخر رقم انا نطقته ايه؟ 50. طب هنا بقى 50 ده مش من ضمن الارقام من 11 لغايه 99؟ يبقى التمييز اللي هيجي هنا تمييز ايه؟ تمييز مفرد منصوب. يبقى 50 طالبا. 50 ايه؟ 50 طالبا. يبقى هنا يا فندم 357 طالبا. يعني معنى كده ان الرقم او الاعداد بتعرب حسب موقعها في الجمله. يا فندم، ما عدا بس الاعداد المركبه اللي هي من 11 لغايه 19 تعرب ايه ديت؟ برضه بتعرب حسب موقعها، بس اقول العدد مبني على فتح الجزئين. العدد هنا هو مركب بيكون مبني على فتح الجزئين في محل كذا. يعني مثلا لو انا جيت قلت جاء مثلا ايه 19 طالبة، يلا بينا عايزين نكتب. طيب 19 9 بيعمل ايه؟ قال لي 9 هنا هيخالف كلمة طالبة. طيب 9 هيخالف كلمة ايه؟ طالبة كلمة ايه؟ كلمة مؤنثة. 9 بتخالف ليه؟ من 3 9 بيخالف. تمام. 9 هيخالف هيبقى مذكر، هقول 9. طب الرقم 10، الرقم 10 هنا هو مركب يبقى هيطابق اللي جاي بعديه، هيبقى 9 ايه؟ 9 10. تمام. لو انا عايز اعرف ده اعرفه ايه؟ ينفع اقول جاء 9 10 يبقى فاعل مرفوع؟ لا، عشان هو رقم مركب بقول ايه؟ مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. الكلام ده بيحصل امتى؟ لما يكون العدد مركب بس، اللي هو من 11 ل 99 ما عدا الرقم 12. يعني ايه ما عدا الرقم 12؟ يعني بص يا فندم، لو الرقم 12 قلت مثلا ايه؟ جاء 12 مثلا طالبا. يلا بينا نكتب. طالب مذكر. تمام. 2 هيطابق. اثنى ولا اثني بالياء؟ لا هو فاعل. ايه ده يعني؟ دي بس تعرف فاعل؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الالف. و10 مبني على الفتح. العدد 10 مبني على الفتح. تمام كده؟ وطبعا هيطابق كلمة ايه؟ طالبا. طيب في حتة مهمة قوي في تمييز العدد، وهي كلمة 12 وكلمة 22 بقى او 32 او ما شابه ذلك. تعالوا نبص اشكالهم عاملة ازاي. طبعا انت عارف ان 12 هتطابق، 2 هتطابق لان 1 و2 بيطابق، و10 وهي مركبة بتطابق. طيب بص معايا، لو انا جيت قلت جاء 12 طالبا وسلمت على 12 طالبة. تمام. وجيت هنا قلت جاء 22 طالبا وسلمت على 22 طالبا. تمام. خلي دي كمان مش معنى دي، يعني خليها طالبة. طيب بص معايا، طبعا دي نمسح هنا بس التنوين ده. يلا بينا. طالبة. كلمة طالبة دي كلمة ايه؟ مؤنثة. كلام جميل جدا. ده معناه ان 2 ايه؟ هتطابق كلمة طالبة، هتبقى مؤنث زيها، يعني اثنتا. طب اثنتا بالالف ولا بالياء؟ هعربها جاء. من اللي جاء؟ ال 12 هو اللي جاء او جاءت. تمام.
ال 12 هنا الاثنين دي تمام كده هتطابق الطالبه، هتبقى مؤنثه زيها وهي فاعل فهتبقى بالالف. هقول اثنتا. تمام. 10 رقم مركب هيطابق اللي جاي بعديه هو كمان، هيبقى اثنتا عشرة. طب سلمت على، بص بقى هنا على حرف جر اللي بعديها مجرور، المثنى بيجر بالايه؟ بالياء، فهقول ايه؟ اثنتي. اخد بالك هنا اثنتا بالالف، هنا اثنتي. ليه؟ عشان هنا كان مرفوع، هنا كان ايه؟ اسم مجرور. تمام. فالمثنى بيرفع بالالف وينصب ويجر بالايه؟ بالياء. و10 هتطبق اللي بعديها هتبقى اثنتي عشرة. ده كلام جميل جدا. طب جاء 22 طالبا. 22 طالبا، طالبا مذكر يعني مش اثنتا، اثنى بس بالالف ولا بالياء؟ هو مين اللي جاء؟ 22 يعني مرفوع، هقول اثنان ايه ده؟ استنى يا مستر، انت هنا قلت اثنتا ما قلتش اثنتين، هنا قلت اثنان ليه؟ يا فندم هنا قلت اثنتا عشان بعدها ايه؟ 10 اللي هي في محل ايه؟ مضاف اليه. لكن هنا بقول اثنان اثنان فلما قلت دي لازم احط هنا النون. انا بشيلها امتى؟ لما يكون بعدها 10، 12، اثنتا عشرة، بشيل النون مع الاضافه. خلاص كده؟ لكن هنا ما فيش اضافه، هنا فطالما قلت هحط ايه؟ هحط النون. تمام. هقول اثنان هاجي عند الرقم ده بقى كده، هو اعرابه ايه يا فندم؟ اثنتان اعرابها فاعل، يعني ده كمان هو ايه؟ مرفوع، هيبقى اثنتان وعشرون. تمام. طب تحت سلمت على 22 طالبا، طالبا مذكر. هنا على حرف جر ينفع اقول اثنان؟ لا، هقول ايه؟ اثنين يعني مذكر ومجرور، اللي هيجي هنا هو كمان مجرور، هقول وايه؟ وعشرين عشان ده معطوف على ده، فهم الاثنين هيكونوا مجرورين. تمام. يعني كده تاني معلش بالراحه بس، من 3 ل 9 بيخالف 1 و2 بيطابق. تمام. الرقم 10 لو الرقم لوحده، هيخالف. طب لو الرقم مركب مع رقم تاني هيطابق. طيب وهناخد مثال في الاخر، بس بص معايا الحته دي معلش. الرقم 8، الرقم 8 ده من الارقام اللي المفروض ان هي بتخالف، صح كده؟ صح كده. يعني مثلا الرقم 8 ده لو انا بعد حاجه مذكره هو هيبقى 8. تاني كده، لو انا 8 ده هعد تمييز مذكر هو هيبقى ايه؟ هو هيبقى 8. زي مثلا ايه؟ جاء، ماشي كده، 8 طلاب. طلاب ده ايه؟ مذكر، هقول هنا ايه؟ 8 طلاب. لكن انا لو بعد حاجه رقم 8 جه بعديه تمييز يكون مؤنث. ركز معايا كده. هنا بقى يمشي ايه؟ هنا تيجي ممكن تبقى 8 بالياء، وممكن تبقى 8، وممكن تبقى 8. ممكن تبقى ايه؟ 8، ممكن تبقى 8، ممكن تبقى 8. امتى؟ واضح جدا ان 8 دي هتتكتب كده لو هي ايه؟ لو هي منصوبه. زي لما اقول لك مثلا قابلت 8 من الطالبات. قابلت 8 من الطالبات. تمام. لكن لو انا بقى عندي الرقم اللي موجود قدامي هو رقم مرفوع او مجرور، هتلاقيني بقول ايه؟ 8 امتى 8 وامتى 8؟ قال لك 8 دي لو كان بعديه التمييز مباشرة. يعني ايه؟ يعني قلت لك مثلا جاءت 8 طالبات. يعني مرفوعة بس ايه؟ بعدها التمييز على طول او مجرورة كمان.
سلمت على 8 طالبات. تمام، يعني مرفوعة أو مجرورة وبعدها التمييز مباشرة. لكنها لو كانت مرفوعة أو مجرورة ومش بعدها مباشرة التمييز، زي مثلا إيه؟ قال لك جاءت 8 من الطالبات، أو سلمت على 8 من الطالبات. يعني هي لو مش جايه بعدها التمييز على طول وكانت مرفوعه او مجروره هشيل ياء. بالظبط كده، بالظبط كده. طب تعال ناخد اوسع معلش. لو انا جيت قلت مثلا ايه؟ جاء 8 طالبات. طيب، وجاء او جاءت بقى، تمام، مثلا 18 طالبة، وجاءت 28 طالبة، وجاءت 8 من الطالبات. يلا بينا. 8 بتخالف، هتخالف مين؟ طالبات. تمام، هتتكتب بقى 8 ولا هتتكتب 8؟ هي اعرابها ايه؟ مرفوعه، يعني مش هحط لها نصب. طيب، اعرابها مرفوع، هل بعديها التمييز مباشره؟ بعدها التمييز مباشره. يبقى في الحاله دي هقول ايه؟ 8 بعديها التمييز مباشره، 8 طالبات. طيب، 18 بعديها التمييز مباشره. طالما بعدها التمييز مباشره هتبقى 8. رقم 10 بيطابق اللي جاي بعديها، 18 طالب. طب هنا 8 بصوا معايا، مش بعدها التمييز مباشرة ومرفوعة، هضطر اعمل ايه؟ احذف الياء، هقول 8 والرقم ماله؟ مرفوع و20. 8 مش بعدها التمييز مباشرة. بصوا يا جماعة، يعني سواء بعدها واو او بعدها من وهي مرفوعه او مجروره، بص بعمل ايه؟ هحذف الايه؟ الياء، فاقول 8. تاني. يعني انا يا جماعه لو الرقم 8 لو مرفوع او مجرور وبعديه 8 و20 و30 و40 بكتبها 8. طب 8 من برضه بكتبها ايه يا جماعه؟ 8. اتفقنا كده؟ طيب ممكن بقى بالراحه كده تجيب لي مثال عشان احله تاني معاك؟ تمام، بص معايا. لو انا جيت قلت ايه؟ اشتريت 19 قلم رصاص و مثلا 6 كراسات، وجاء 11 معلما، وسلمت على 37 معلمة. معلش، أول حاجة تعملها تجري على التمييز وتقول هو التمييز ده مذكر ولا مؤنث؟ هو قلم ده مذكر ولا مؤنث؟ قلم ده مذكر. طيب، وكراسات، كراسة مؤنث، دي أول حاجة والله. طب ومعلم مذكر. طب ومعلمة مؤنث. تمام، يلا بينا. 19 من 3 ل 9 بيخالف، والله من 3 ل 9 بيخالف. 1 و2 بيطابق، و10 لو لوحدها هتخالف، لو مركبة هتطابق. يبقى من 3 ل 9 بيخالف، 1 و2 بيطابق، 10 لو لوحدها هتخالف، لو معاها رقم تاني مركبة هتطابق. يبقى 9 هنا هيخالف مين؟ القلم، هيبقى 9 عشان القلم مذكر. 10 مركبة هتطابق، هتبقى 19. تمام. 6 كراسات، كراسة مؤنثة، يبقى 6 هنا هتخالف، هتبقى مذكرة، هتبقى 6. ماشي كده؟
طيب 11 1 و2 بيطابق، المذكر هيبقى زيه مذكر احد. العشر مركب هيطابق معاه 11. 37 معلمة، السبعة بتخالف، هتخالف مين؟ المؤنث، هي هتكون مذكر 7. تمام. و30 ولا 30 على حسب الإعراب، الرقم ده معطوف على الرقم ده. طب والرقم ده أصلا يعرب إيه؟ على 7، اسم مجرور، خلاص يبقى 30 لأن اسم مجرور وعلامة جره الياء، مش هينفع أقول 30. قعدنا بقى مع إيه؟ مع كم الاستفهامية وكم الخبرية. إحنا بنكمل كده اللي داخل إن شاء الله في شهر مايو. بص معايا، عندنا كم ليها نوعين. ايه انواع كم؟ قال لك كم دي ممكن تكون كم استفهامية، واللي هو انا بستفهم بيها عن عدد، زي مثلا جملة ايه؟ كم طالبا في الفصل، دي كده اسمها كم الاستفهامية، وعلامة ترقيمها او علامة الترقيم بتاعتها هي علامة استفهام. اما كم التانية فهي اسمها كم الخبرية. وكم الخبرية عندي هي اللي بيراد بيها الكثرة. اجي اقول لك ايه؟ كم من جندي ضحى بروحه، واحط ايه؟ علامة تعجب. يعني هنا علامة الترقيم علامة تعجب، هنا علامة استفهام، هنا انا بسأل سؤال محتاج اجابة، كم طالبا في الفصل. هنا انا بقول لك ان ده كتير بيراد بيه الكثرة، كم من جندي ضحى بروحه. تمام. طيب انا بعرفها ازاي؟ لو قال لك طلع لي كم وبين نوعها واعرف تمييزها او حالة تمييزها، بعرف ازاي نوع كم. تمام كده. واعراب تمييزها ايه؟ لان الكلمة اللي بعد كم برضو بتعرب تمييز. تمام. طيب اولا خلينا في كم الاستفهامية. كم الاستفهامية يا فندم بتعرفها ازاي؟ تعال اقول لك. اولا في حالة ان كم بيجي قبليها حرف جر، يعني هي بتعرب اسم مجرور، وهنا بيجي كم. يعني يا فندم لو انا لقيت حرف جر قبل كم يبقى دي استفهامية. تلاقي مثلا بكم، في كم، عن كم، الى كم، من كم، اي حرف جر قبل كم بيبقى كم هنا دي استفهامية. وعلشان خاطر ربنا الفاء مش حرف جر. يعني لو قال لك فكم، دي مش فاء حرف جر، كأنها مش موجودة. الفاء مش حرف جر، انا بتكلم على من، في، الى، عن، على، دي اسمها حروف جر. الباء، الكاف، اللام، دي اسمها حروف جر. فلو لقيت حرف جر قبل كم يبقى كم هنا استفهامية. ولو في حرف جر هنا، التمييز اللي هيجي هنا هيكون تمييز منصوب او تمييز مجرور. او هو النحو فيه طب انا اعرفه ازاي منصوب ولا مجرور؟ قال لك على حسب شكل الكلمة. يعني ايه؟ يعني بص معايا، لو انا جيت قلت بكم جنيها اشتريت الكتاب، طبعا طالما في حرف جر قبل كم فكم دي استفهامية. تمام. طب لو جيت قلت لك بكم جنيه اشتريت الكتاب، كم هنا يا جماعة برضو استفهامية. تمام. طيب فين شكل الكلمة المنصوبة والمجرورة؟ اللي عليها تنوين دي، حتى لو مفيش تنوين هتلاقي في ألف كده، جنيها، دي كده تمييز منصوب. أما اللي ما عليهاش تنوين ولا ألف، علامة النصب ديت، يبقى ده تمييز إيه؟ مجرور. يعني قبل كم حرف جر التمييز هيكون منصوب أو هيكون مجرور على حسب شكل الكلمة. تمام. ده كلام جميل داني. هل بقى لازم كم الاستفهامية يكون قبليها حرف جر؟ لا، ممكن كم الاستفهامية ما يكونش قبليها حرف جر، بس ساعتها التمييز بتاعها اللي هيجي هنا هيكون تمييز لازم يكون مفرد، لأن أصلا تمييز كم الاستفهامية لازم مفرد. بس في الحالة دي هنا لازم يكون منصوب. يعني لو مش قبل كم حرف جر
فالتمييز اللي المفروض يكون بتاع استفهاميه اللي بعد كم لازم يكون مفرد منصوب، ما ينفعش يكون مجرور. يكون مجرور ده لو قبل كم حرف جر. اجي اقول لك ايه؟ كم كتابا في حقيبتك. ماشي كده؟ فهنا علامه ايه؟ استفهام. كم هنا اهو مفيش حروف جر، بس انا لقيت ان اللي بعد كم مفرد منصوب. فطالما اللي بعد كم مفرد منصوب يبقى التمييز ده تمييز ايه؟ تمييز منصوب. طالما هو تمييز منصوب يبقى كم دي استفهاميه. ده كلام جميل جدا. يبقى كم الاستفهاميه بيجي قبلها حرف جر وساعتها التمييز بيكون منصوب او مجرور. او ما يجيش قبلها حرف جر وساعتها التمييز لازم يكون مفرد منصوب. ده كلام سليم جدا. طيب تعالى بقى نشوف على كم الخبريه. كم الخبريه. كم الخبريه يا فندم بيكون تمييزها دايما مجرور، واحيانا بيجي لكم الخبريه بعدها من. كم من، فاول ما تشوف كم من يبقى خبريه، زي ما بالظبط اول ما تشوف حرف جر قبل كم بتبقى ايه؟ بتبقى استفهاميه. اول ما تلاقي كم من يبقى دي ايه؟ خبريه. تمام. كم من جندي ضحى بروحه. تمام، علامه تعجب. طب لو ما فيش من برضه هتبقى كم لازم تكون مجروره مع الخبريه. هقول مثلا ايه؟ كم علماء افادوا الوطن. ايه ده؟ هو كم الخبريه تمييزها ممكن يكون مفرد وممكن يكون جمع؟ لكن كم الاستفهاميه لازم يكون تمييزها مفرد. وهنا يا جماعه ده ايه؟ ده تمييز مجرور عشان دي كم الخبريه. مستر انا شويه برضو متلخبط، معلش اديني حاجه بسيطه تخليني افرق هي دي كم استفهاميه ولا دي كم خبريه، مع العلم ان كم الخبريه لازم تمييزها يكون مجرور. اتفقنا؟ طيب بص معايا يا فندم، انت هتلاقي كم لقيت قبل كم حرف جر وانت مغمض عينيك كم دي استفهاميه، وفي اللحظه دي التمييز اللي هيجي هنا ممكن يكون منصوب وممكن يكون مجرور. دي كم ايه يا فندم؟ استفهاميه. بالله عليك ركز معايا، لو قبل كم في حرف جر كم دي استفهاميه، وساعتها التمييز اللي هيجي بعد كم لا اما منصوب لا اما ايه؟ مجرور على حسب شكل الكلمه. زي في كم يوم او في كم يوما، طالما لقيت حرف جر قبل كم يبقى استفهاميه. لو قلت لك في كم يوم يبقى تمييز مجرور. طب قلت لك في كم يوما يبقى التمييز منصوب. طيب لو لقيت كم من وانت مغمض عينيك دي كم خبريه. تمام، وطالما كم خبريه يبقى التمييز اللي هيجي هنا لازم يكون مجرور، لان كم الخبريه تمييزها مجرور دايما. يبقى تاني انا عندي كم قبليها في حرف جر كم دي استفهاميه، بعديها من كم دي خبريه. تاني كده، قبليها في حرف جر كم دي استفهاميه، بعديها من كم دي خبريه. طب لو مفيش حروف جر، يعني كم ما جاش ولا قبليها ولا بعديها حروف جر، ما احنا لسه واخدين كم علماء، كم كتابا، مفيش حروف جر ولا قبل ولا بعد، اعمل ايه؟ قال لك ركز مع التمييز اللي هنا. لو كان مفرد منصوب يبقى كم دي وانا مغمض عينيا استفهاميه، ده في حالة لو مفيش حروف جر. طب انا عندي كم؟ لو الكلمه اللي هنا مش مفرد منصوب يبقى كم دي خبريه. لا ممكن اخد مثال اكتر من كده شويه اقول لحضرتك. يعني مثلا جيت قلت لك كم كتاب استفدت منه، وكم كتابا استفدت منه، وبكم جنيه اشتريت الكتاب، وكم من كتاب استفدت
منه. ممكن مع بعض كده تقول لي كل كم نوعها ايه واعراب تمييزها ايه؟ اقول لحضرتك ممكن نبدا بالاثنين اللي تحت عشان دول سهلين. يعني كم لقيت هنا حرف جر قبليها وانا مغمض عينيا، دي كم استفهاميه عشان قبليها حرف جر، والتمييز ده ممكن يجي منصوب او مجرور. هنا هو منصوب؟ لا، كان لو منصوب قال لك جنيها، هنا قال لي جنيه، يعني التمييز ده مجرور. تمام. طب هنا بعد كم من وانا مغمض عينيا، كم دي خبريه. تمام. وساعتها التمييز ده تمييز مجرور. تمام. طيب مفيش حروف جر ولا قبل كم ولا بعد كم، اعرف نوع كم ازاي؟ ركز مع اللي بعد كم، هل هو مفرد منصوب ولا لا؟ تعال نبص. كتاب وكتابا هما الاثنين مفرد، بس هما الاثنين منصوبين. بص دي كده كتابا، دي مفرد منصوب، دي مفرد بس مش منصوب، مش زي دي كان قال لي كتابا. يبقى المفرد المنصوب دي هتبقى كام استفهاميه، عشان قال لي كتابا مفرد منصوب اهي، لكن دي مش مفرد منصوب، دي قال لي كتاب مش مفرد منصوب. طالما مش مفرد منصوب يبقى كم دي خبريه، والتمييز ده تمييز مجرور. يبقى تاني كم قبليها حرف جر، كم دي استفهاميه وتمييزها منصوب او مجرور، زي في كم يوم او في كم يوما. كم دي قال لك كم من، يبقى كم دي خبريه. كم من جندي، كم من عالم، كم من رجل، يبقى كم خبريه. طب ما فيش حروف جر، اعمل ايه؟ قال لك ركز مع التمييز اللي هنا، لو التمييز ده مفرد منصوب يبقى كم دي استفهاميه. كم كتابا، كم رجلا، كم ضابطا، كم دي ايه؟ استفهاميه. طب لو التمييز اللي هنا مش مفرد منصوب، يعني مثلا كم كتب، كم علماء كم رجال، كم رجل، ما قالش كم رجلا، قال لك كم رجل، ما نصبهاش، يبقى كم دي خبريه. وان شاء الله باذن الله تعالى مع الحل هنفهم كل ده. معادنا مع النص الاخير وهو لا تلمني في هواها للشاعر حليم داموس. هنحل عليه على طول ان شاء الله، وهنشوف كده واحنا بنحل يعني اشهر الاسئله واشهر المواطن الجمال اللي ممكن نقف عندها. هنا بيقول لي ايه؟ لا تلمني في هواها انا لا اهوى سواها، لست وحدي افتديها كلنا اليوم فداها. هات معنى افتديها. طبعا واحد بيفتدي حد الاول، بس ممكن نحلل كده الابيات واحده واحده. لا تلمني ده اسلوب انشائي نهي، غرضه ايه؟ غرضه الحث والنصح والارشاد، وفي نوع من انواع التمني شويه، ان هو بيتمنى من الناس ان محدش يعاتبه. لا تلمني في هواها، هواها يعني حبها، وده ان دل يدل على شده حب الشاعر للغه العربيه، فهو محب للغه العربيه، لبناني النشأة ومحب للغه العربيه. انا، وهنا التعبير بأنا بيوحي بإيه؟ قال لك التعبير بأنا بيوحي بالاعتزاز والافتخار بالنفس. الراجل معتز جدا ومفتخر جدا بنفسه، فبيقول لك أنا لا أهوى أي لا أحب سواها، وسوى يعني غير، أنا لا أحب غيرها. طيب أنا هنا بيوحي قال لك بالافتخار والاعتزاز. طيب لا أهوى سواها، لا النافية مع سوى الاستثنائية بتعمل حاجة اسمها اسلوب توكيد. الأداة لا وسوى، بيقول لك لا أهوى سواها، اسلوب توكيد. لست وحدي أفتديها، وأفتديها هنا يعني إيه؟ أضحي من أجلها، اللي هي جاية هنا أهو مرادف أفتديها أضحي من أجلها. طبعا جاي قال لك إيه؟ تلمني يعني تعاتبني، وعكسها تثني علي أو تمدحني. فهنا بيقول لي ايه؟ لست وحدي افتديها، ومعنى كلمه افتدي يعني اضحي من اجل، وهو تعبير صور، تعبير مجاز طبعا، صور اللغه العربيه بايه؟ بانسان يضحى من اجله. صور اللغه العربيه بانسان يضحى من اجلها. بيقول لك ايه؟ لست وحدي افتديها اضحي من اجلها. هل اللغه العربيه في حد بيضحي من اجلها؟
فهنا انا صورت اللغه العربيه بانسان يضحى من اجله. كلنا، وهنا كلمه كلنا بتوحي بايه؟ بتوحي بالعموم والشمول والوحده والارتباط. انا مش انا بس اللي ايه بعمل كده. هو فوق قال لك انا لا اهوى سواها، تحت قال لك كلنا، فانا كانت فوق للافتخار والاعتزاز. اما كلمه كلنا فتوحي بالوحده والارتباط. كلنا عموم وشمول ووحده وارتباط. اليوم فداها، يعني فدا هذه اللغه. طيب هنا بيقول لي في البيتين نهي وتاكيد واستدراك. فين النهي؟ النهي لما يجي يقول لي ايه؟ لا تلمني. ولا تلمني ده اسلوب انشائي نهي، تمام. فين التاكيد؟ التاكيد جاء عن طريق القصر، وهو النفي والاستثناء. يجي يقول لك لا اله الا الله، لا النافيه مع الا الاستثنائيه بتعمل اسلوب توكيد. وهنا اسلوب التوكيد جاء عن طريق ايه؟ لا اهوى سواها، لا النافيه مع الا الاستثنائيه. ده كلام جميل جدا. لست وحدي افتديها، استدراك بقى هنا. يعني ايه استدراك؟ لايه؟ يعني لمنع الوقوع في الخطا. بيقول لك لست وحدي افتديها، كلنا اليوم فداها. ده استدراك، ده كده اسمه استدراك. كلنا اليوم فداها. طبعا لو جينا ركزنا على هواها وسواها، بينهما ايه؟ بينهما حاجه اسمها تصريع. طب ويعني ايه تصريع؟ قال لك لما يكون عندك البيت الاول نهايه الشطر الاول، طبعا ده اسمه شطر وده اسمه شطر، يعني ده كده اسمه شطر وده كده اسمه شطر. نهايه الشطر الاول زي نهايه الشطر الثاني، فده احنا بنسميه تصريع، بيعطي جرس موسيقي. طيب فهنا بين كلمه هواها وكلمه سواها بينهما ايه؟ تصريع. طب لما اجي اقول لك لا اهوى سواها، احنا قلنا ده اسلوب ايه؟ عايز تقول اسلوب توكيد صح، عايز تقول ده اسلوب قصر صح. طب اسلوب توكيد ايه وسيلته؟ طبعا وسيلته النفي اللي هي لا، والاستثناء اللي هي سواها. بعد كده بيقول لك طب كلمه هواها وسواها بينهما ايه؟ بينهما تصريع اللي احنا لسه قايلين من فوق. طب تصريع ده بيعمل ايه؟ قال لك بيحدث جرس موسيقي، اثره ان هو احداث جرس موسيقي يطرب الاذن ويمتع النفس. يطرب الاذن. وحدي وكلنا، وحدي وكلنا، ده هنا طبعا في ايه؟ في تضاد. تضاد يفيد تقويه المعنى وتاكيده. وحدي وكلنا تضاد. ايه هو التضاد؟ كلمه عكس كلمه. لا تلمني، انا لسه قايل لحضرتك ده اسلوب انشائي. طب اسلوب انشائي نوعه ايه؟ نوعه يا فندم نهي، في نوع من انواع التمني والنصح والايه؟ والارشاد. طبعا العاطفه المسيطره على الشاعر في الابيات دي هي عاطفه حب اللغه العربيه. الراجل ده العاطفه المسيطره عليه هي عاطفه حب اللغه العربيه. طب ايه الدليل عليها؟ الدليل عليها هو استخدامه لبعض المفردات التي تدل على حب اللغه العربيه، مثل كلمه هواها، أهوى، أفتديها. دي كلها ألفاظ وكلمات تؤثر أو تأثرت بعاطفته. لقد صب الشاعر عاطفته في وعاء ألفاظه. يعني الشاعر كان عنده عاطفة، وهي عاطفة إيه؟ حب اللغة العربية، فجابها كده في ألفاظه، فطلعت لنا ألفاظ تدل على إيه؟ حب اللغة العربية، زي كلمة هواها وأهوى وأفتديها، كلها بتدل على إيه؟ مدى حبه للغة العربية. هنا العاطفة هي حب اللغة العربية، وكتير جدا من الكلمات فيها نوع من أنواع حب اللغة العربية. طبعا بيقول لي وطن دعا لإبراهيم ناجي، ده طبعا بيت تاني متحرر. وفتى أجاب بوركت يا عزم الشباب. هنا وطن دعا، فتى أجاب. أنا أخدت حاجة تانية عايز اسمها توازن موسيقي. يعني إيه توازن موسيقي؟ التوازن الموسيقي إن هو يكون جملتين ورا بعض بيعملوا جرس موسيقي، ده اسمه توازن موسيقي. جملتين ورا بعض فيهم جرس موسيقي، زي وطن دعا وفتى أجاب. وطن دعا فتى أجاب، توازن موسيقي. طب إيه أثره؟ يعطي جرس موسيقي. تمام. عايز أسلوب إنشائي اللي هو بقى الأمر والنهي والاستفهام والتمني. يا عزم الشباب، أسلوب إنشائي نوعه نداء. طب وغرضه إيه؟ غرض التنبيه. يا عزم الشباب،
أسلوب إنشائي نداء غرضه التنبيه. طيب، نزلت في كل نفس وتمشت في دماها، فبها الأم تغنت وبها الوالد فاها، وبها الفن تجلى وبها العلم تباها. طيب بالراحة معايا، بيقول لي هنا ايه؟ نزلت في كل نفس. هي مين دي اللي نزلت؟ اللغة العربية. اللغة العربية نزلت في كل نفس، مما يدل على مدى ارتباط النفس باللغة العربية. ما هو النفس دي قرارها جوه الإنسان. فلما اجي اقول لك اللغة العربية نزلت في كل نفس، فيدل على مدى ارتباط اللغة العربية بنفس الإنسان. ده اللغة كده مش عبارة عن لغة يتحدث بها البشر، مليار وربع مليار من الناس يتحدثون بها، لا، دي اللغة العربية لها وقع في النفس. يعني هي نزلت في كل نفس، مما يدل على ايه؟ قوة ارتباط النفس باللغة العربية. تعبير يدل على قوة ارتباط النفس باللغة العربية. تعبير يدل على قوة ارتباط النفس باللغة العربية. وتمشت في دماها، مش بس نزلت، تمشت في دماها، مما يدل على ايه؟ قوة تأثر اللغة العربية أو قوة تأثر الإنسان باللغة العربية. تمام، وحب لها كمان، تمشت في دماها. فبها الأم دي، فبها الأم ده أسلوب توكيد. طب أسلوب توكيد إيه أداته؟ تقديم الجار والمجرور. لما تلاقي جار ومجرور تقدم سواء في الجملة الاسمية أو في الجملة الفعلية، فده على طول أسلوب توكيد. فهنا فبها الأم عشان حصل تقديم وتأخير، فعملنا حاجة اسمها أسلوب إيه؟ أسلوب توكيد. تمام. فبها الأم تغنت. طبعا تغنت ليه؟ لأن الأم فيها منبع الحنان، الغناء، الجمال. فبها الأم تغنت وبها الوالد فاها. وبها الوالد فاها برضو هنا في تقديم وتأخير، بدل ما يقول لك الوالد بها قال لك بها الوالد. فهنا التقديم والتأخير برضو بيعمل حاجة اسمها أسلوب إيه؟ اسمها أسلوب توكيد. أسلوب توكيد عن طريق التقديم والتأخير. لو ركزت فوق هتلاقي إن كان في حاجة اسمها توازن موسيقي. وإحنا قلنا يعني إيه توازن موسيقي؟ قلنا التوازن الموسيقي جملتين بيجوا ورا بعض في الشعر بيعملوا جرس موسيقي، ده التوازن الموسيقي، بيحدث جرس موسيقي تطرب له الأذن. هنا لو جيت ركزت في البيت الرابع بيقول لك ايه؟ فبها الأم تغنت وبها الوالد فاها. الجملتين دول حاجة اسمها تناغم موسيقي بيحدث جرس موسيقي، بينهم تناغم موسيقي يحدث جرس موسيقي. وبها الفن تجلى. ومعنى كلمة تجلى يعني ايه؟ ظهر. وبرضه هنا أسلوب توكيد بتقديم الجار والمجرور. وبها الفن تجلى وبها العلم، وبرضه اسلوب توكيد. بصوا كمان كم توكيد يا جماعه؟ فبها الام وبها الوالد وبها الفن وبها العلم، دي كلها اساليب توكيد بتقديم الجار والمجرور. العلم تباهى يعني تفاخر، وده طبعا تعبير مجازي، حيث صور العلم بانسان يتفاخر. صور العلم بانسان يتفاخر. وبها الفن تجلى وبها العلم تباهى. معنى كلمة تباهى هنا يعني ايه؟ معنى كلمة تباهى يعني تفاخر. ومعنى كلمة فاها الأب فاها أي نطق. وجمع كلمة نفس نفوس وأنفس، هنا في أنفس. ايه مظاهر تداخل اللغة في حياة ناطقيها؟ ازاي اللغة دخلت في حياة ناطقيها؟ دخلت في حياة ناطقيها حيث أنها نزلت في كل نفس وحيث أنها تمشت في دماها. عشان كده قلنا ان هي ايه؟ ان هي دخلت في كل نفس. تمام. بعد كده العلم تباهى. تمام. العلم تباهى تصوير لايه؟ تصوير للعلم بايه؟ بانسان يا فندم. تصوير العلم بانسان يتفاخر. العلم تباهى تصوير العلم بانسان يتباهى ويتفاخر. تمام. وتكرار كلمة بها لتأكيد المعنى. أصل بها دي عايد على مين؟ عايد على اللغة العربية. فهنا يعد من مظاهر الموسيقى في إحداث جرس موسيقي. إحداث جرس موسيقي، هو بيؤكد المعنى وتكرارها بيعمل إيه؟ إحداث جرس موسيقي. وبها وبها وبها، إحداث جرس موسيقي. تمام.
بين شطري البيت الثاني زي ما احنا قلنا من شويه بينهما ايه؟ بينهما حاجه اسمها توازن موسيقي. شطري البيت الثاني اللي هو ده اهو، بها الام تغنت بها الوالد فاها، في حاجه اسمها ايه؟ تناغم موسيقي او توازن موسيقي. توازن موسيقي بيحدث جرس موسيقي. يعني ايه تاني توازن؟ جملتين ورا بعض بيعملوا جرس موسيقي وده بيطرب الاذن. طيب طبعا واجبنا تجاه لغتنا ان نحافظ عليها من كل ايه؟ من كل شر. طيب خلينا نركز برضو ايه في النص بتاعنا. لغة الأجداد هذه. طب بصوا يا جماعة بقى، لغة الأجداد يدل على أصالة اللغة العربية. دي مش لغتي ولغة أبي، دي لغة أجدادي، اللغة التي مر عليها أكثر من قد إيه؟ تمام كده؟ لغة الأجداد هذه رفع الله لواها. لغة الأجداد تعبير يدل على أصالة اللغة العربية اللي ظهرت قبل ظهور الإسلام ب150 عام. طبعا يا جماعة كده ده اللي احنا الخلفية اللي احنا عارفينها، بس اللغة ليها أصالة أكتر من كده. لغة الأجداد تعبير يدل على أصالة اللغة العربية. رفع الله لواها يدل على شرف اللغة العربية، يدل على شرف اللغة العربية. وكلمة لواها هنا هو تعبير. طب يدل على ايه؟ قال لك تعبير يدل على او يصور ايه؟ قال لك تعبير صور اللغة العربية بقائد له لواء او راية ترفع. رفع الله لواها، فهنا ايه؟ صور اللغة العربية بقائد له لواء. فأعيدوا يا بنيها. أعيدوا اسلوب ايه؟ انشائي امر، غرض الحث والنصح والإرشاد. فأعيدوا يا بنيها أسلوب إنشائي أمر، غرض التنبيه. نهضة وهي نكرة للتعظيم تحيي رجاها. تمام. تحيي طبعا صور الرجاء بإنسان يحيى أو بنبات يحيى، وهنا طبعا هنا تصوير للرجاء بإيه؟ بالنبات أو بالإنسان الذي يحيى مرة أخرى. وطبعا تحيي فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار، وعند الفعل الماضي بيفيد الثبوت والتحقق. فأعيدوا أسلوب إنشائي أمر، غرض الحث والنصح والإرشاد. يا بنيها أسلوب إنشائي نداء فيه تنبيه أو إثارة التنبيه. نهضة نكرة للتعظيم. تحيي فعل مضارع للتجدد والاستمرار. رجاها صور الرجاء بإنسان يحيى. لم يمت شعب تفانى، وطبعا ده اسلوب خبري وهو اسلوب نفي بيؤكد ان مفيش شعب. وهنا كلمه شعب نكره، بس بصوا يا جماعه، كلمه نهضه نكره وكلمه شعب نكره. كلمه نهضه نكره للتعظيم، اما كلمه شعب نكره للعموم والشمول. لما قال لك فاعيدوا نهضه، نهضه هنا نكره للتعظيم. اما لما بيجي يقول لك لم يمت شعب، فهنا كلمة شعب ايه؟ نكرة للعموم والشمول، عايز يقول لك اي شعب. تفانى مما يدل على التفاني والجد في هواها، في حب اللغة العربية واصطفاها. طيب هنا طبعا الكلمات او الجمل اللي احنا كلنا وضحناها مع بعض. تاني، لغة الأجداد صور اللغة او يدل على أصالة اللغة العربية. وبعد كده بيقول لي ايه؟ فأعيدوا يا بنيها. طبعا الأول رفع الله لواها مما يدل على قدسية اللغة، وهي طبعا شرفت بأن تكون لغة القرآن، فهي يدل على قدسية اللغة العربية. لواها صور اللغة العربية بقائد له لواء أو راية. فأعيدوا وهو أسلوب إنشائي أمر غرضه الحث والنصح والإرشاد. يا بنيها هو أسلوب إنشائي نداء للتنبيه. نهضة نكرة للتعظيم. تحيي فعل مضارع للتجدد والاستمرار. ولما قال تحيي رجاها، قلنا رجاء هنا صور الرجاء بإنسان يحيى. عايز كلمة معناها أخلص أي تفانى، وكلمة معناها اختارها وانتقها أي اصطفاها. وجمع ألوية هي لواء، ومفرد الجد أي الأجداد. بإذن الله بنكمل مع بعض كده حل نماذج عشان امتحان مايو. اوعى تكون نسيت تخش على الفيديوهات اللي فاتت، التمييز وكمان كامل الاستفهامية وكامل الخبرية والنص بتاع لا تلومني في هواها. النهارده مجمعين مع بعض كده يعني شوية
قراءة على نصوص. المحتوى اللي داخل كده معانا في نموذج جميل ان شاء الله باذن الله يكون بخير فائدة. هنا جايب قطعة قراءة، القطعة بتتكلم على عالمية اللغة العربية، وهو يعني سؤال او درس من الدروس اللي جاية في الامتحان ان شاء الله. هنا القطعة بتتكلم على لقد أضاء سماء أمتنا عربية علماء مبدعون إلى آخر القطعة. في الأول بيقول لك إيه مرادف كلمة جليلة. طب إزاي أقدر أطلع مرادف الكلمة وهو مش جايب لي أي اختيارات؟ نقرأ الواقع أو الموقع بتاعها كده، بيقول لك إيه؟ وقدموا خدمة جليلة. خدمة إيه؟ جليلة للإنسانية. هم قدروا يقدموا خدمة جليلة. طب يعني ايه كلمة جليلة؟ قال لك جليلة يعني عظيمة. إذا هنا كلمة جليلة هي عظيمة، وخلي بالك معايا لازم تقراها من سياق الجملة بتاعتها. بعد كده بيقول لك طب ومراد كلمة أضاء إيه؟ لقد أضاء سماء أمتنا. أضاء شيء فيه ضوء، أضاء عكسها أظلم. حاجة أضيئت، حاجة أظلمت، يبقى هنا مضاد أضاء أظلم. تمام. جايب لي بعد كده سؤال وهو عبارة عن صح وغلط. بيقول لك كانت اللغة العربية تمام وعاء، يعني هو المكان لاكتشاف ايه؟ قال لك وعاء لاكتشاف علماء الغرب في الطب والفلك. هل اللغة العربية كانت هي الوعاء بتاع علماء الغرب؟ لا طبعا. أما اللغة العربية كانت وعاء لمين؟ لعلمائنا العربيين أو أهل العرب. يبقى لما اجي اقول لك هنا كانت وعاء لاهل الغرب، لا، دي كانت وعاء لعلماء العرب. فاصبح هنا الاجابه ديت هتبقى غلط. تمام. بعد كده بيقول لي ايه؟ حدد من الفقره التعبير الاكثر ايحاء بايه بقى؟ بالرياده والفضل التاريخي. تمام كده؟ بس خلي بالك من حاجه. بص هنا السؤال بيقول ايه؟ حدد من الفقرة. أيوة، أحدد إيه بقى؟ حدد من الفقرة التعبير الأكثر إيحاء بإيه؟ بالريادة والفضل التاريخي. كان ريادة، يعني ريادة؟ ريادة يعني هم سبقوا الناس، هم رائد المنطقة دي في الحتة دي. الريادة هنا تمثلت فين؟ تعال نشوف كده. الريادة هنا تمثلت لما قال إيه؟ وسبقوا غيرهم إلى اكتشاف ظواهر هذا الكون. دي يا فندم الريادة. لما بيقول إيه؟ وسبقوا غيرهم إلى اكتشاف ظواهر هذا الكون. بس خلي بالك، لو أنت كتبت الجزء ده هتاخد نص الإجابة. ليه؟ لأنه نص السؤال. هو بيقول لك حدد لي من الفقرة. أنا حددت الفقرة اللي بتقول الريادة والفضل التاريخي لما قلت ايه؟ وسبقوا غيرهم الى اكتشاف ظواهر هذا الكون. بس خلي بالك بيقول لك ايه؟ ووضح دلالته. يعني ده يدل على ايه؟ الناس دي سبقت غيرهم الى اكتشافات ظواهر هذا الكون، فيدل على ايه؟ يدل على تميز علماء العرب، يدل على تميزهم وتفوقهم في هذا المجال. طب كمل معايا كده بقى. بعد كده جايب لي طبعا النص اللي جاي في الامتحان، وهو لا تلمني في هواها. لا تلمني في هواها أنا لا أهوى سواها، لست وحدي أفتديها كلنا اليوم فداها. معنى كلمة هواها إيه؟ تعال نشوف. لا تلمني في هواها، الهوى. وما معنى كلمة الهوى؟ الحب. فمعنى كلمة هواها حبها وعشقها. أنا ما تلومنيش، ما تعاتبنيش في حبي لها. فهنا هوى يعني ايه؟ يعني حب. كمل معايا. طب وجمع كلمة نفس ليها جمعين يا فندم، أنفس ونفوس. طب كمل معايا. طب مضاد كلمة تلمني. لا تلمني، تلمني يعني ايه؟ تعاتبني. طب عكس العتاب ايه؟ المدح او العذر، تلتمس لي العذر. فهنا لما يجي يقول لي لا تلمني معناها تعاتبني. طب وعكسها ايه؟ عكسها تمدحني وتعذرني. تمام. طب هنا بيقول لك اشرح الابيات. يا مستر انا الحته دي بكرهها قوي، شرح الابيات. ليه يا فندم؟ بالراحه بس. هو هنا بيقول لك ايه؟ لا تلمني. طب معلش، هو لا تلمني يعني ايه؟ لا تعاتبني. طب ينفع ابدا واقول لا تعاتبني؟ لا. هو لا تلمني ده اسلوب ايه؟ ده اسلوب انشائي طلبي.
يعني ايه اسلوب انشائي طلبي؟ ما انت عندك يا فندم الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، دي كلها اساليب انشائيه طلبيه. فلما تبدا الشرح بتاعك قول ايه؟ يطلب الشاعر من اصحابه او من صاحبه الا يعاتبه بسبب حبه للغه العربيه. ما هو بيقول لك لا تلمني في هواها، اكتب ورايا، امسك ورقه وقلم. لا تلمني في هواها، يطلب الشاعر عدم معاتبته في حبه للغه العربيه. كمل كده. انا لا اهوى سواها، ويؤكد الشاعر. استنى يا مستر، انت جبت من فين كلمه ويؤكد الشاعر؟ مش انا قلت لك المره اللي فاتت ان لا النافيه مع سوى الاستثنائيه بتعمل اسلوب توكيد؟ لا اهوى سواها اسلوب توكيد. انا لا اهوى سواها ويؤكد الشاعر انه لا يحب غير اللغه العربيه. تمام. لست وحدي افتديها، ويرى الشاعر انه ليس منفردا في التضحيه من اجلها. كلنا اليوم فداها، فالجميع من الممكن ان يضحي من اجلها. ارجع معايا تاني، بيقول وعيد الفيديو تاني واكتب تاني. لا تلمني في هواها، يطلب الشاعر عدم معاتبته بسبب حبه للغة العربية. كمل معايا كده. أنا لا أهوى سواها، ويؤكد الشاعر على شدة حبه للغة العربية منفردا بها. كمل كده. لست وحدي أفتديها، ويرى أنه ليس الوحيد الذي يضحي من أجلها. كلنا اليوم فداها، فيرى أن الجميع يضحون من أجلها. طيب، الجمال لا تلمني في هواها اسلوب انشائي نهي، غرض النصح والارشاد. انا بنصحك وارشدك يا عم الحاج، ما تعاتبنيش. لا تلمني في هواها اسلوب انشائي نهي، وتعبير يؤكد على شدة حب الشاعر للغة العربية. ما تعاتبنيش في حبي لها، لا تلمني في هواها. طب نكمل بعد كده. هنا في النحو بيقول يا طلاب العلم اجتهدوا في دروسكم، فكم كتاب نافع قرأتم فزادكم فهما، وكم علما نافعا تنفعت به الأمم يا أبناء الوطن. كم عالما خدم بلاده وطالبا يسعى للتميز وتحقيق التفوق. اعرب ما تحته خط. أول خط تحت كلمة إيه؟ كلمة الأمم. طب هو بيقول يا جماعة، بيقول لك وكم علما نافعا تنفعت. استنى كده، دي جملة فعلية. تنفعت به الأمم. هو مين اللي تنفعت؟ الأمم. تنفعت به الأمم. مين اللي تنفعت؟ الأمم. جملة فعلية. تنفعت فعل، ومين اللي تنفعت؟ الأمم فاعل. إذا كلمة الأمم تعرب إيه؟ فاعل، وهنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. كمل معايا. كم عالما خدم بلاده. جملة فعلية تانية. خدم بلاده. خدم فعل ماضي. من اللي خدمه؟ هو. طب هو خدم ايه؟ بلاده. اذا كلمة بلاده تعرب ايه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تمام، عشان هو خدم بلاده. طب والهاء دي تعرب ايه؟ الضمير اللي متصل باسم. استنى مستر، احنا عرفنا ان اي ضمير هيتصل باسم ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. اسمه ايه؟ ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. تمام. استخرج من الفقرة منادى. تمام. يا طلاب العلم. فين المنادى؟ طلاب. تمام. يا أبناء الوطن. فين المنادى؟ أبناء. طيب معلش، دلوقتي طلاب وأبناء هما الاتنين منادى. نوعه ايه؟ بص معايا كده. طالما المنادى بعديه مضاف إليه بيوضحه، بص معايا، كلمة توضحه تعرب مضاف إليه. طلاب العلم أبناء الوطن. طالما المنادى بعديه كلمة توضحه وتعرب مضاف إليه، يبقى ده منادى مضاف. طلاب العلم أبناء الوطن. طالما المنادى بعديه مضاف إليه بيوضحه، يبقى ده اسمه منادى مضاف. طيب، عايز كم خبرية، وعايز اجعل كم الخبرية في الفقرة استفهامية. طب فين كم الخبرية؟ هنا بيقول لي ايه؟ كم كتاب نافع قرأتم فزادكم فهما. عندي سؤال،
هو كلمة فهما دي تعرف ايه؟ زادكم فهما. لا شاطر يالا، فعلا فهما هنا تعرف ايه؟ تمييز. عارفين ليه؟ لان اخدت قبل كده ان الافعال زاد وازداد وامتلأ وطاب دي كلها افعال لو جت بعديها نكره منصوبه تعرب تمييز، فكلمه هنا فهما تمييز منصوب. اذا دي كده كام خبريه؟ طب معلش انت عرفت ازاي كام خبريه؟ اقول لحضرتك انا عندي كم، والكلام ده قلناه في الفيديو بتاع كم. انا عندي كم لو قبل كم حرف جر كم دي استفهاميه. طب لو بعد كم من يبقى كم دي خبريه. طب مفيش حروف جر خالص، اعمل ايه؟ ركز مع الكلمه اللي بعد كم اللي هي التمييز. لو كانت مفرد منصوب تبقى كم دي استفهاميه. طب ما كانتش مفرد منصوب يبقى كم دي خبريه. فهنا لما يجي يقول لي كم كتاب نافع، هي الكلمه دي كتاب دي نكره منصوبه؟ لا، يبقى كم دي خبريه. طب عايز احولها لاستفهاميه، عارف تعمل ايه؟ تقول كم كتابا نافعا قرأتم. يعني هنا يا جماعه كل اللي هعمله اقول ايه؟ كم كتابا نافعا قرأتم بس. طب كمل معايا. بعد كده اشتركت في 12 ندوه. الاعداد. طب عيد معايا. 1 و2 بيطابق. 1 و2 بيعمل ايه؟ بيطابق. من 3 ل 9 بيخالف. الرقم 10 لو جاي لوحده هيخالف. طب لو جاي مركب مع رقم تاني هيطابق. عيد معايا. 1 و2 بيطابق اللي جاي بعديه. من 3 ل 9 بيخالف اللي جاي بعديه. الرقم 10 لو جاي لوحده هيخالف، لو جاي مركب مع رقم تاني هيطابق. فهنا بيقول لك اشتركت في 12 ندوة. أول حاجة أعملها ندوة دي مذكر ولا مؤنث؟ مش عارف. يا حبيبي أنت بتقول هذا ندوة ولا هذه ندوة؟ هذه ندوة، تبقى دي مؤنثة. تمام. معنى كده إن 2 هنا أنت قلت لي بالطابق هتبقى مؤنثة، هتبقى اثنتا. بس اثنتا بالألف ولا بالياء؟ لا استنى، اثنتا ده مثنى. يرفع بإيه؟ بالألف، وينصب ويجر بالياء. يعني اعرب. ايوه اعرب. في 12 تمام، 12 هنا اسم مجرور يبقى بالياء اثنتي. طب و10 استنى يا مستر، انت قلت 10 لو لوحدها هتخالف. طب لو مركبه مع رقم تاني هتطابق. هي هنا 10 متركبه مع رقم تاني؟ اثنتا 10 متركبه مع رقم تاني، يبقى هنا 10 هتطابق اللي جاي بعديه. اقول تاني 1 و2 بيطابق. من 3 ل 9 هيخالف اللي جاي بعديه. الرقم 10 لو كان لوحده هيحصل ايه؟ هيخالف. طب لو جاي مركب قال لك هيطابق. فهنا 10 جاي مركب مع رقم تاني هيطابق اللي جاي بعديه. اللي جاي بعديه ندوة مؤنث يبقى 10 مؤنثة. هقول 10 تمام، 12 ندوة. تمام. طب معلش سؤال، هو انا لو جيت قلت في المدرسة 12 ندوة، في المدرسة 12 ندوة، بالله عليك انا كم مرة قلت لك لو انا بدأت بحرف جر واسم مجرور، العدد هنا والله يعرب مبتدأ مؤخر. لو انا بدأت بحرف جر واسم مجرور العدد اللي بعديه مبتدأ مؤخر. فهنا 12 هيعرب مبتدأ مؤخر. يعني معنى كده هكتبها اثنتي ولا اثنتا؟ لا اثنتا 10 ندوة. كمل معايا. طبعا احنا عندنا في الاملاء في حاجة اسمها الحروف التي تنطق ولا تكتب او العكس. هنا بيقول لك صوب الاملاء: هذا النيل شريان الحياة في مصر، لكن عطاياه لا تنقطع ابدا. فهنا بيقول لي هذا هنا طبعا فيها خطأ لان فيها حرف مكتوب والمفروض ان هو ينطق لكن لا يكتب، فالخطأ هنا هيبقى في كلمة هذا. نيجي بعد كده لكن، لا في غلطة برضو هنا، الالف كتبت وهي المفروض ما تكتبش، تبقى كده لا تنقطع ابدا. لا يا فندم، التنوين مش بنون، التنوين المفروض تبقى كده ابدا. كمل معايا.
النص من نص البحر بيقول لك هات من النص معنى كلمة قليل العمق. قليل العمق طبعا المفروض ان احنا حافظين المعاني والشتات مبعوثة لحضراتكم. فين هنا قليل العمق؟ لما قال لك وايه ولعبت في مائه الضحل. حاجة يعني ضحلة، يعني قليلة العمق، حاجة ضحلة. طب عايز مضاد كلمة نجهله. طبعا كلمة نجهله عكسها ايه؟ نفهمه. هو عايز من الفقرة، هات من النص، هات من النص، فكلمة نجهل عكسها نفهم. طيب لماذا ينعدم الخطر في نظر الأطفال عند تعاملهم مع البحر؟ أولا الأطفال لما هيلعبوا مع البحر في النص كان جايب ان هم بيلعبوا على ايه؟ على شاطئ البحر، فهم لا يروا له خطر. قال لك ايه؟ لأنه يروه ايه؟ يروه جميل، وكمان ايه؟ لا خطر فيه ولا ضرر بسبب لعبهم على شاطئ الايه؟ على شاطئ البحر. طيب بنية النص اتبنى ازاي؟ معلش يا مستر يعني ايه بنية النص؟ انا على طول بسمعها وبيحفظوها لنا بس انا مش فاهم. يعني ايه بنية النص؟ اقول لك يا بابا. كلمة بنية النص، كلمة بنية جاية من كلمة بناء. النص لما جه اتبنى ازاي؟ الكاتب يا جماعة كل كاتب ليه ادوات. فالكاتب ادواته ان هو بيكتب كلمات يا ترى عايز ينقل بها فكرة. فالفكرة اللي عايز ينقلها لنا دي يا جماعة نقلها ازاي؟ نقلها لنا ازاي؟ هو عايز يقول لك في النص ده ان البحر طبعا مفاهيمه متعدده بالنسبه للاطفال بيشوفوه بشكل، الغواص بشكل، المتامل فيه بشكل، المتعمق فيه بشكل، البحاره بشكل، وهكذا. فلما اجي اقول لحضرتك النص هنا اتنقل لنا ازاي؟ لو جينا بصينا سالت الصبيه فقالوا. اذا النص اتبنى عن طريق معلومه ايه؟ الحوار. يبقى النص لما جيت اتبنى على هيئة الحوار. احنا عرفنا معلومات عن النص عن طريق الحوار، حد بيسأل وحد بيجاوب، فالسؤال والإجابة ده اسمه ايه؟ حوار. طب ايه تاني بنية النص؟ ممكن يكون سرد. يعني ايه سرد؟ يعني انت بتحكي من غير ما حد يسأل ولا حد يقول. وممكن يكون سبب ونتيجة، يعني بتدي سبب وبعد كده النتيجة، سبب وبعد كده النتيجة. لكن هنا النص اتبنى ازاي؟ اتبنى على شكل الحوار، حد بيسأل وحد بيجاوب. طب السؤال والاجابه ده يا جماعه بيكون عباره عن ايه؟ حوار. حتى يجي يقول لك ده حوار صحفي. يعني ايه حوار صحفي؟ المذيع بيسال والراجل ايه؟ بيجاوب، فده اسمه ايه؟ الحوار. فهنا النص اتبنى ازاي؟ بنيه النص كانت ماشيه ازاي؟ كانت ماشيه على اساس الحوار. طيب يلا بينا. تاني لا تلمني في هواها، نزلت في كل نفس وتمشت في دفاها، فيها الام تغنت وبيها الوالد فاها، وبها الفن تجلى وبها العلم تباهى. تمام. طبعا هنا وتمشت في دماها. معنى كلمة تجلى يعني ايه؟ تجلى يعني ظهر. تجلى الشيء يعني ظهر. تمام. بعد كده عكس كلمة فاها أي نطق، عكسها صمت. فاها نطق وتكلم. تفوه يعني بيتكلم، عكسها يصمت. تمام. جمع كلمة نفس لسه قايلينها هي النفوس والأنفس. اشرح الأبيات. أنا خلاص عرفت. نزلت في كل نفس أي يعني إيه نزلت في كل نفس؟ أي تمكنت اللغة من كل نفوس الإيه؟ الأسرة. وتمشت في دماها وأخذت تسري في أرواحنا. يعني اللغة هي مش بس هوية، دي موجودة في كل نفس. نزلت في كل نفس. هنا يعبر الشاعر عن إيه؟ ارتباط اللغة بنفسه. كمل كده. فيها الأم تغنت، فيرى أن الأم تتغنى لطفلها بها. وبها الوالد فاها، والوالد أخذ ينطق بنصائحه لابنه عن طريقها. وبها الفن تجلى، ولقد ظهر الفن بها. وبها العلم تباهى، والعلم تفاخر بها. طيب طبعا وبها الفن تجلى وبها العلم تباهى. هو انا لو قلت لك كلمة الفن تعرب ايه والعلم تعرب ايه؟ بها الفن. لسه قايل لك لما تبدأ بجر ومجرور الكلمة اللي بعديها تعرب ايه؟ شاطر يلا. تعرب مبتدأ ايه؟ مبتدأ مؤخر. فلما يحصل تقديم وتأخير في الجملة، بدل ما يقول لك الفن بها او العلم بها، قال لك بها الفن وبها العلم. ده اسلوب ايه؟ اسلوب توكيد. اسلوب ايه يا جماعة؟ توكيد. يفيد ايه؟ يفيد تأكيده على ظهور اللغة عن طريق الفن، ويفيد تأكيده على ان العلم يتفاخر بايه؟ باللغة. كمل معايا.
طيب بعد كده بيقول لك يا ترى ايه الجمال بها العلم تباهى. يعني ايه تباهى؟ يعني تفاخر. هو العلم هيتفاخر دلوقتي؟ مين اللي ممكن يتفاخر؟ الانسان، انا وانت ممكن نتفاخر. طب لو قلت لك بها العلم تباهى، ده تعبير جميل. صور ايه؟ العلم بانسان يتباهى ويتفاخر. تاني كده، بها العلم تباهى، صور ايه؟ العلم بانسان يتباهى ويتفاخر. كمل معايا. الفن تجلى والعلم تباهى، بينهما ايقاع موسيقي، تناغم موسيقي، تقاسم موسيقي، اي حاجه. ايقاع موسيقي، تناغم موسيقي، ماشي يا جماعه؟ اللي هو ايه؟ الفن تجلى، العلم تباهى. وطبعا بيعطي ايه؟ جرسا موسيقيا. اخر حاجه عندنا وهي قطعه من النحو، ركز معايا كده. يا وطني الغالي. يا وطني الغالي. كلمه الغالي عملت ايه؟ وصفت كلمه وطني. وطني الغالي، وصفت. وطالما بصف يبقى انا قدام ايه؟ قدام نعت. النعت نسيته بيعمل ايه؟ النعت بيتبع ما قبله. وطني هنا ما ده منصوب. ليه قلت ما ده منصوب؟ لانه مضاف. ليه مضاف؟ ما هي حبيب قلبي اي منادى في ضمير منادى مضاف، وطالما مضاف هيبقى منصوب. تمام. يبقى هنا وطني الغالي ده نعت. نعت ماله؟ نعت منصوب، وعلامة نصبه الفتح. فيك 5 مسلات. اللي بعد العدد بيعرب ايه؟ تمييز. تمييز ماله؟ ركز معايا. من 11 ل 99، من 11 ل 99 ده بس التمييز بتاعه بيكون ايه؟ منصوب. من 11 ل 99 التمييز بيكون ماله؟ منصوب. من 11 ل 99 التمييز بيكون ماله؟ منصوب. كمان مرة، من 11 ل 99 التمييز ماله؟ منصوب. أقل من 11 التمييز مجرور. بعد 99 100 و1000 وكده التمييز مجرور. هنا أنا بتكلم على إيه؟ 5. هو ده من 11 ل 99؟ لا. يبقى هنا التمييز ماله؟ التمييز هنا مجرور. تمام. بعد كده بيقول إيه بقى؟ عايز أسلوب نداء. يا وطني. طب حدد لي أركانه. إيه أركانه دي؟ الأداة والمنادى. يبقى هنا فين الأداة؟ يا. فين المنادى؟ وطني. كلام جميل. عايز تمييز. ما هي يا حبيبي مسلات. طب مسلات دي تمييز نوعه ايه؟ تمييز نوعه ملفوظ. ليه ملفوظ؟ ما هو التمييز بعد العدد والوزن والمساحة والكيل بيكون تمييز ملفوظ. تمام. طب وكلمة مكانة. مكانا دي تمييز؟ تمييز. ليه؟ لأن قلنا قبل كده إن أي حاجة بعد أفعل أعظمك فما أعظمك مكانا ده تمييز منصوب. عايز كم استفهامية واذكر تمييزها. جميل جدا. كم بطلا ضحى من أجل حريتك. فين تمييزها؟ تمييزها كلمة بطلا. عايز كم خبرية. وكم من نعمة نعيشها فوق أرضك الطيبة. تمام. طب صواب لي الأخطاء دي. ذلك. لا يا فندم مفيش ألف. مفيش ألف. ألف هنا تنطق ولا تكتب. ذلك الخطاب لم يصل لهذا. لا مفيش برضو ألف. لهذا كده. تمام. كده بنكون وصلنا لآخر تدريب عندنا. خلاص كده بقى انت معاك ايه؟ تمييز العدد، كم الاستفهامية وكم الخبرية، شرح نص لا تلمني في هواها، حل على ده كله. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يكون العلم هو علمي وانتفع بيه، واتمنى نخش بقى ونقفل ايه؟ امتحان الشهر عشان نصحى بقى الامتحانات ايه؟ اخر السنة خلاص 16/5. مع السلامة.